بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض اجنحه بطريقه حلوه قوي. ماشي، هنا معايا 3 بيضات اهي. انا سالقه طبعا الاجنحه ومحضراها، سلقاها طبعا نص السلقه لان لسه هتتحمر تاني يعني كده، فعشان كده مش هنسلقها كتير. بس نصلي على النبي يا بنات ونذكر الله كده، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا كده هاخد نص كده معلقه هريسه، مش نص يعني حته صغيره كده بس، هتدي طبعا طعمه جميل. وهنا طبعا ده الثوم انا فرماه وحطاه هنا كده. هاخد برده سنه لان انا عامله الهريسه دي من غير ثوم يا بنات. ده خلاص كده البيض، بس انا كده مش هاخد بيض تاني. هقلبهم مع بعض كويس قوي. بصور يا سنة. هنا طبعا قلبت اهو كده، قلبته مع بعضينا. هنجيب بقى طبعا رشه ملح، بس مش ملح كتير طبعا لان انا سلقاها وملحاها. معلقه فلفل اسود، رشه كمون، رشه قرفه، رشه حبهان بتفرق كتير يعني سنه كده، يعني على طرف معلقه طبعا صغننه خالص اهي كده. خلاص انا حطيت التوابل بتاعتي كلها. هقلب بقى. ريحتها بسم الله ما شاء الله يا بنات جميله. معايا هنا بقى عشان تظهر معايا هنا كده دقيق بسيسه اللي هو دقيق الذره، ماشي، ومعايا دقيق ابيض، ماشي، ومعايا طبعا رشه بيكنج باودر، بس انا هحطها اهوت على دقيق البسيسه اللي هو دقيق الذره، ماشي. مش هقلبها كلها طبعا، هقلب اللي انا هاخدهم بس، ماشي. اجيب معلقه تانية واخد بقى كده اللي انا خدتهم اللي انا حطيت عليهم البيكنج باودر كده. خد معلقتين حلوين كده او 3 على حسب بقى انت الكميه اللي انت هتعمليها. دي الذره طبعا يا بنات مفيد جدا، ماشي. كده هنعملها النهارده بدقيق الذره، اجنحه بدقيق الذره وبالدقيق الابيض. هنا طبعا ده الدقيق الابيض اهو ظاهر معاكم، ده الدقيق الابيض مش ظاهر طبعا اهو كده ظهر اهو. اخد منه معلقتين حلوين برده ادي كده. بسم الله ما شاء الله، انا عملتها قبل كده يا بنات كانت تحفه، فقلت اطلع اوريها لكم بتكتها وحركاتها لاني بصراحه عجبتني. وانا الحاجه لما بتعجبني بطلع اقول لكم عليها عشان نبقى كل حاجه بالامانه اقول لكم عليها، اي معلومه اي حاجه اقول لكم عليها. بصوا بقى كده تكنيك معايا، بصوا ازاي. انا مش عايزه القوام طبعا ده، انا عايزه قوام يكون سايل شويه. هزودها بايه بقى؟ هزودها بحبه ميه او بحبه لبن. اللبن هيطري معايا اللبن هيطري معايا الجناح كده وهيبقى طري، بس انا مش عايزه طبعا اللبن. انا هزودها بحبه ميه. بسم الله ما شاء الله، هي جميله وريحتها بصراحه يعني ريحتها جميله. التتبيله دي ريحتها جميله جدا. عايزين تعملوها بالقرنبيط برضو تنفع عادي، مش هقول لا، جميله في القرنبيط. في ناس بتعملها في البانيه، في ناس بتعملها في الجمبري، جميله برضو. بيحطوا كده الجمبري فيها ويصفوه ويطلعوه يقوموا حاطينه على دقيق برضو ابيض او دقيق ذره اصفر، عادي بتبقى جميله ومقرمشه وتحفه بصراحه. بصوا القوام يا بنات، انا كنت نفسي خفيف اكتر من كده
بس كده برضو ايه عشان تمسك وتبقى حلوه. هي كده حلوه، ممكن تخففيها سنه عادي، بس هي كده حلوه عشان ايه تمسك. كده عامله يعني اتقل من زي الزلابيه. انا ما عملتش معاكم الزلابيه قبل كده، زي الزلابيه يا بنات، العجينه بتاعتها عامله زي الزلابيه. كده طبعا العجينه خلصت. هجيب طبعا الاجنحه وسلقه معاهم برده وركين، مقطعه الورك 3 حتت، وبرده هعملهم معاكم. وطبعا هرجع لكم بقى بعد ما اخلص ايه، اما اسلق الاجنحه بتاعتي وتبرد خالص هقوم ايه راجعه لكم. وربنا يصلح ما بين ايدينا يا رب، ويصلح حالنا يا رب، اللهم امين. وطبعا هنا يا بنات كده طبعا الحاجه اتسلقت معايا اهي، الاجنحه اتسلقت معايا اهي زي العسل اهي. اطلعها زي ما انتم شايفين كده على مصفى. اللي على الوش ده يا بنات فلفل اسود، انا كنت رشه على الوش كده فلفل اسود وحاطه طماطمايه هنا وبصلايه. ماشي اهي كده البصلايه طلعت اهي. هنا طبعا يا بنات الاجنحه اتسلقت معايا، اصفيها واطلعها طبعا على المصفى. وطبعا انا كنت حاطه هنا بصلايه وطماطمايه، واللي على الوش ده فلفل اسود. ماشي هصفي اهوت. طلعت طبعا الاجنحه بتاعتي كلها اهي. طبعا بعد ما طلعت كلها حطيتها في المصفى زي ما انتم شايفين. هخليها تبرد خالص لان هي طبعا كده لسه مولعه. هخليها تبرد خالص وبعد كده طبعا ايه هقوم حطها في التتبيله بتاعتها. وبالف هنا وشفا للي كل، وبالف هنا وشفا للي شاف. ودعوه حلوه كده واشتراك حلو من ايديكم الجميله، تسلم ايديكم. كل اللي دخل عندي وشرفني ونورني والله. ربنا يا رب كده يكبر خاطركم، وزي ما بتكبروا خاطري اللي يعرفني او اللي ما يعرفنيش ربنا يصلح حاله يا رب ويروق باله. وان شاء الله كل حاجه جديده هتشوفوها مع ام سمكه ان شاء الله. هخلص بقى اول لما تبرد هقوم راجعه لكم وانا بتبلها وبحطها في الدقيق، وهتشوفوا كل ايه التكات بتاعتها. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو بتاع النهارده يعجبكم كده وتستفادوا منه. اي حاجه يا بنات هتعمليها في بيتك هتلاقيها. يعني انا مش لازم كل يوم اجيب فرخه، ولا كل يوم اجيب لحمه، ولا كل يوم اجيب كبده، ولا لا، كل يوم نعمل حاجه شكل، وكل يوم نعمل حاجه حلوه. وبسم الله ما شاء الله يعني مش حاجه وحشه، دي اجمل اكله والله وكلنا بنحبها. اول لما تبرد بقى يا بنات كده هخلص وهرجع لكم تاني ان شاء الله. هنا طبعا يا بنات اهو الاجنحه بتاعتي بردت وبقت جميله اهي. تمام تمام. وهنا بقى ايه نجيب الاجنحه كده بس. تمام. وهقول لكم بقى انا هحط ايه الخلطه الثانيه، عشان هي عندنا خلطتين، الخلطه السايله دي ماشي، الخلطه السايله دي، وخلطه ثانيه اللي هي ايه الجافه. حطيت هنا معلقتين دقيق. تمام تمام. هاخد منها كده كمان معلقه هنا عشان انا مش هحط طبعا ايه الدقيق كله. ماشي تمام تمام. هحط معلقتين بقسماط. تمام تمام. هحط معلقتين دقيق ذره. تمام. هقلبهم على بعض كده، معلقتين دقيق على معلقتين بقسماط على معلقتين دقيق ذره. تمام تمام. عايزه ازود تاني اهو نص معلقه دقيق على نص معلقه بقسماط على ايه نص معلقه دقيق ذره، كله يبقى قد بعضه يا بنات. تمام تمام. ماشي كده طبعا انا خلصت الخلطه بتاعتي. هتعملي ايه بقى كده تاني؟ هعمل ايه، هجيب ده كده اهو الجنيه، هنزل بيه كده اهو في السايل. ماشي كده على ايه على الجاف. تمام تمام. ربنا يا رب يصلح حالكم ويروق بالكم، وكل اللي بيتمنى حاجه ربنا يديها له يا رب، اللهم امين. احنا قلنا بقى نشوف شغلنا بقى يا بنات. انا بقالي 3 ايام سامحوني ما طلعتش والله العظيم وانتوا وحشني، بس والله يعني الواحد نفسيته مش كويسه. فقلت لا، طب وحبايب قلبي ذنبهم ايه؟ قلت لا لازم نطلع كده افك معاكم شويه، ونطلع يا بنات كده ايه نتكلم مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه النهارده وايه الجديد اللي ام السمكه هتعمله. اجيب بقى طبق كده عشان ايه اطلع عليه طبعا، عشان كده انا كده خلاص ايه من اللين للناشف كده اهو. ماشي تمام تمام. هجيب بقى ده كده عشان يظهر لكم كل اللي انا بعمله. هجيب ده كده. تمام 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 يا بنتي يا ام السمكه. تمام كده انا بشبعه بالسائل، وبعد كده ايه بحطه في الناشف يا بنات. تمام تمام. ربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا، ودايما نعمل الخير، وباقل حاجه ناكل عيالنا، وباقل حاجه الحمد لله. يعني احنا مش ما عندناش، لا احنا عندنا، بس مش كل يوم. حتى الواحد هيزهق، حتى الواحد لو عنده كل يوم فراخ او لحمه هيزهق، انتوا فاهميني؟
فالواحد بيغير وبيجدد وهو ماشيه والحمد لله وكله تمام والحمد لله. وربنا يا رب يمنع عننا الغلاء والوباء ويبعد عننا اي حاجه وحشه، اللهم امين، ويصلح حالنا يا رب ويروق بالنا، اللهم امين. تمام. انا ماسكه المعلقه دي عشان لما بسيبها كده بتقوم واقعه، فايه قلت لها طب تعالي بقى، يعني انت مش، انا مش ماليه عينك ولا ايه؟ انا همسكك كده وايه عشان ما تمشيش وتسيبيني تاني وتقعي تاني. ربنا يا رب كده يجعل الفرحه في بيوتنا. الفرحه هي اللي بتعمر البيت يا بنات، لكن الحزن والكلام ده كله مفيش حاجه بتيجي من ورا الا وجع القلب. كده طبعا انا خلصت معاكم، هخلص بقى طبعا كله وهرجع لكم وانا بحمره، وهرجع لكم وانا ايه، وانا مطلعاه من الزيت، وهوريكم شكله. عشان ايه طبعا انا هنا معايا كميه، فايه مش هينفع اطول عليكم طبعا لما اقعد اعملها معاكم. هخلص طبعا كل ده، بس حبيت بس اقول لكم عشان انا كنت قايله لكم ان انا سلقه ورك مقطعاه 3 حتت، وفعلا اهو الورك اهو، ده اهو انا سلقه وركين عامه، ده كده ورك اهو، والورك التاني فينك يا حبيبي فينك، ادي الدبوس التاني اهو ماشي، مقطعاه برضو على 3 حتت، ودي الحته التانيه اهي اهو يا بنات. دول وركين، قلت ايه يعني هيقعدوا ايه، لقيتهم كده مغسولين ومتنضفين على جنب، فقلت لهم تعالوا بقى يلا بينا ايه نتعامل مع شويه الاجنحه دول، مش هنسيبهم قاعدين لوحديهم طبعا، وبألف انا وشفا وربنا كده يا رب كده ايه دايما كده يا رب انتوا معايا وانا معاكم، وما يحرمناش يا رب من بعضينا ابدا، وربنا يفك ضيقه كل متضايق وحاجه كل محتاج يا رب، اللهم امين، ويصلح حالنا وحال عيالنا يا رب، اللهم امين، وحال ازواجنا وحال بناتنا يا رب، ويهديهم. هعمل بقى يا بنات، وبعد كده طبعا ايه هرجع لكم بقى وانا ايه بقلي في الزيت، وهرجع لكم وانا ايه محمره ومشمره ومعمره. هنا طبعا انا حطيت الطاسه اهو، حطيت فيها الزيت، وهخلي الزيت يسخن جامد قوي، وبعد كده طبعا هنزل بالايه بالاجنحه واحده واحده كده عليها، بس اهم خطوه ان الزيت يبقى سخن جدا عشان ايه ما يتفكش الخليط اللي احنا عاملينه ده، ما يتفكش من بعضيه. هحمرها بقى طبعا وهرجع اوريكم بقى ايه النتيجه في الاخر خالص. طبعا يا حبايب قلبي اهي بعد ما خلصت طبعا اللوز، بصوا 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 بصوا، شايفين اهي. ام سمكه بتعمل عظمه يا بنات، ام سمكه بتعمل ايه، ولا الطعم بقى، الطعم حكايه، هي طبعا عشان سخنه الطعم حكايه يا بنات، شايفين زي اللوز، بصوا هي طبعا مولعه، انا مش قادره ايه، جميله تسلم ايدك يا بنتي يا ام سمكه. وفي نهايه الفيديو يا حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد وفي رعايه الله وحفظه. وطبعا انا في نهايه الفيديو لازم اقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين.